السلام عليكم ورحمة الله. أخيرا أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار الأخير في مشهد أخير مأساوي على واحدة من أكبر تجارة المخدرات في مصر خلال 20 سنة الماضية، ما سميت في الصحافة بقضية المخدرات الكبرى. ولما تكون واحدة من أكبر قضايا المخدرات يبقى لازم ساعتك تعرف إن فيها نفوذ وفيها سلطة وفيها نجوم وفيها رجال دولة وفيها رجال إعلام وفيها مثقفين. مخدرات واحدة من أكبر القضايا المعاصرة التي لم تشهدها مصر على الإطلاق. محكمة جنايات القاهرة تقرر إعدام 13 متهم و15 متهم آخرين من 28 متهم في القضية ينتظرون حكم الحبس المتفاوت من المؤبد إلى باقي السنوات. إذا نحن أمام قضية النهاردة ليست قضية عادية، لأن نجومها أصلا ورموزها هم من أشهر الناس في مصر. النهاردة حضرتك بتتكلم على واحدة من الإعلاميات المشهورات اللي بتطلع على الشاشات بقالها عشرات السنوات، إعلامية كبيرة تطلع على قنوات معروفة، صديقة وزميلة للأستاذ نشأة الديهي، بتطلع على قناة 10 في برنامج اسمه ترند، بتطلع على قناة عربية ART، طبعا حضراتكم عارفين دي خارجية، بتطلع على قناة عراقية اسمها الشرقية، بتعمل برنامج مع واحد من نجوم الطرب الشعبي والمهرجانات حمو بيكا. فحقيقة سارة خليفة حكاية تحكى، سارة خليفة حكاية تحكى من الشاشة إلى حبل المشنقة. تم إحالة أوراق سارة خليفة ومعها 12 آخرين إلى المفتي بعد تحقيقات استمرت 15 شهر. تم القبض على سارة خليفة في إبريل 2025، ثم في أغسطس 2026 حكمت محكمة جنايات القاهرة بتحويل أوراقها إلى المفتي. إيه الحكاية؟ إيه القصة؟ القصة فيها عجب كبير جدا. ليه بقى حضرتك؟ أصل ده مش تشكيل عصابي طبيعي، ده تشكيل عصابي يعني مقسم على 4 أقسام و4 تشكيلات عصابية داخلية. يعني هناك من يجلب المواد الكيميائية من الخارج، وهناك من يقوم بالتصنيع في الداخل، ثم التخزين، ثم التوزيع. قصة كبيرة. 28 متهم دول حضراتكم مش متهمين ان يعني واحد بيتعاطى مخدرات. المسألة وصلت الى تصنيع مخدرات، اغراق مصر بالمخدرات، اغراق الشباب. شوفوا حضراتكم كل انواع التصنيع اللي هي الكيميكال، المخدرات الباودر والشابو والايس، وكل هذه المخدرات اللي هي كانت منتشرة في مصر كلها، دول عاملين مصنع في التجمع الخامس. نرجع للأدوار المختلفة، وليه سارة خليفة هي كانت نجمة الشباك في هذه العصابة الكبيرة. في النهاية سارة خليفة صعودها الإعلامي كان برضو غريب ومدهش. واحدة تقعد 11 سنة على الشاشات منتشرة، بتسهر ما بين الفنانات والفنانين الدرجة الأولى والدرجة الثانية والمطربين والمطربات ومع رجال الدولة ومع السادة يعني النافذين في المجتمع. ما انا هقول لكم دلوقتي القصه ايه. ساره خليفه صعودها كان مريب جدا جدا. فجاه بنت مواليد 94 ما كملتش 20 سنه بقت موجوده بتقدم برنامج 3 سنوات على قناه ART العربيه، وفجاه تستضيف نجوم الدراما والتلفزيون والمشهورين والممثلين المصريين، احمد بدير على انتصار، على رانيا يوسف، عد معايا اي نجوم النهارده صف اول موجودين، وبرنامج جماهيري بيكسر الدنيا، ولسه عندها 20 سنه. هذا الصعود وراه حد، وراه اصحاب نفوذ، وراه اصحاب سلطه، وراه رجال دوله ان هو يوصل بنت 20 سنه الى كل هذا المجد الاعلامي. ايه التفاصيل التي هتكشف عنها التحقيقات. ثم انتقلت بعد كده ساره خليفه الى الاستاذ نشأة الديهي في قناه 10، واصبحت زميله للاستاذ نشأة الديهي، تقدم على الشاشات وتقدم برنامج
بيستضيف مطربي والمهرجانات من حمو بيكا لشاكوش لعمر كمال وتعمل برنامج ترند. وبعد كده حضراتكم تروح الى قناه عراقيه اسمها الشرقيه، قناه عراقيه. وده بقى كان اللي هيفصلك القصه شويه اللي حصلت. ليه عراقيه؟ عراقيه لان المتهم الاول في هذا التشكيل العصابي دريد السامرائي، رجل اعمال عراقي كبير ومتفحش ومتوحش وملياردير ومقيم في دبي في الامارات. فهنا كانت كلمه السر. ومعه ايضا رقم 2 في القضيه في التشكيل العصابي حازم مرسي، ده ايضا مصري بس برضه متفحش. سارة خليفة بعد القبض عليها في ابريل 2025 لما مسكوا الموبايل وجدوا عليه مغارة علي بابا، ارقام لرجال دولة، لفنانين، لمطربين، لسادة لواءات، لسادة ضباط، لنجوم مجتمع عرب، نجوم مجتمع مصريين. ثم توقفوا امام فيديو خاص على الموبايل بتاعها، وهو في ولد سواق وهي معرياه خالص بلبوس يعني، وفي 2 بيعذبوه وبيعتدوا عليه بالضرب وايضا هتك عرض، اغتصاب ايضا عشان كسر نفسه. مين ده؟ اتضح ان هو سواقها الخاص، وان هذا الفيديو مصور من 4 سنين من عام 2021 عشان تكسر عينه، هو السواق الخاص بتاعها، فما يقدرش ابدا في اي يوم من الايام تسول له نفسه ان هو يفتن ويشوف، لانه شاف بعينه ايه اللي بيحصل. شاف في مصنع كامل في التجمع الخامس بيصنع المخدرات، شاف في اطباء وكيميائيين كبار هم اللي عمالين بيفكرونا فيلم الكيف ولا فيلم العار، بيفكرونا بيحيى الفخراني، وهم الكيميكالز دول، الدكاتره دول هم اللي بيصنعوا الكيمياء، بيصنعوا المخدرات، مصنع كامل. قصه حضراتكم بدات تتوسع في المباحث، وهم قاعدين يشوفوا القصه لو الموضوع عمال يتبحر وعمال يتوسع. ثم كانت المفاجاه ان سيده المجتمع والفنانه والإعلامية الكبيرة فوجئوا إنها معاها ابتدائية، معهاش حتى إعدادية ولا معاها دبلوم ولا معهد، ولا كانت بتقول أنا معايا جامعة أمريكية، وبتعيش مع كل السادة دول، كل ده معاها ابتدائية لم تكمل تعليمها. مواليد 1994 يعني كان عندها 32 سنة لحظة القبض عليها. النهاردة حضرتك يعني هي بدأت سلم الشهرة وهي عندها 20 سنة. احنا عرفنا سارة خليفة منين؟ ما عرفناش قوي من الشاشات، ما كانتش فيمس يعني وشهرة قوي 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 بقدر ما عرفناها في 2016 من اللاعب محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق، لما فوجئنا برضو نفس القصة ان بيتقال ان كان في بينهم زواج سري، والزواج تم اعلانه وراحوا المحاكم، واتهمت كهربا بتبديد عفش الزوجية. الله. فاتضح ايضا انها كانت مختلطة الى حد كبير بلاعبي كرة القدم والمشهورين في هذا الموضوع. طبعا هي كهربا اتجوزها 6 شهور فقط وطلقها، ثم بعد كده ذهبت لتتزوج ثري عربي حتى الآن لم تفصح عنه أسرار التحقيق، ولم يتم الكشف عن اسمه ولا عن صفته ولا عن دولته، ما يعني ان هو حد برضو A1. اذا سارة خليفة بدأت النهاردة يعني تظهر ملامحها. لا، ده سارة خليفة وراها يعني اصحاب نفوذ واصحاب سلطة واثرياء واغنياء وناس اعلاميين وناس سياسيين. حاجة غريبة، ايه بنت عندها ابتدائية توصل كل هذا الوصول؟ ثم تكون المفاجأة لما بدأ مباحث المخدرات تبدأ تحقق في الموضوع. لا ده سارة خليفة لها دور كبير جدا جدا مع دريد السامرائي العراقي ومع حازم مرسي المصري، وهي عمالة تتنقل بين 3 دول، من القاهرة إلى دبي إلى بكين، من الصين إلى الإمارات إلى مصر. إيه القصة؟ سارة كان دورها إيه؟ سارة كان بتروح هي تجيب المواد الكيميائية وتسلم الفلوس إلى هؤلاء، بتطلع طبعا المطار فلة وترجع المطار فلة، وتخش بمادة كيميائية. من داخل المادة الكيميائية دي اللي هي بتاعت المخدرات
بيقول لك في يعني تقريبا 4 5 حاجات كان عملتهم وهي خارجه من المطار او راجعه من المطار، بتدخلهم في امور بروتين، امور تجميل، مش عارف بتاع ده اللي هو المنظفات الرادياتير بتاع العربيه. اللي ساره كانت بتحمل بنفسها هذه المواد الكيميائيه، بتدخل ازاي من وهي راجعه لمطار القاهره وتطلع مطار القاهره معاها المواد الكيماويه؟ ما تقولش بقى، ما تكلمش. انما مش هي بس، ده بعد شويه قدرت تشغل حوالي معاها 5 6 يشيلوا لها الشنطه من بره ويدخلوا برضه المطار ويوصلوا الحاجه. يوصلوها لمين؟ لاخو ساره خليفه. لاخو ساره خليفه كان هو اللي بيستقم منها الماده الكيميائيه في الجلب. وهكذا كانت تدور ساره خليفه ما بين القاهره ودبي وبكين، الصين، الامارات، مصر، وتدخل الشنط بتاعتها. اخوها ياخدها، ياخد الماده الكيميائيه منها او من اللي هي بعتهم في الحقائب، ويطلع اخوها على فين؟ على المصنع في التجمع الخامس. المصنع تم ضبطه، مصنع كامل بيصنع مخدرات، المكابس والآلات والأجهزة، وفي كيميائيين وفي أطباء، ومسكوا 750 كيلو مصنعين غير المادة الكيماوية. هنا بدأ الخيط يظهر أكتر. بعد ما يتم تصنيع هذه المادة الكيميائية، الشابو أو الآيس أو الباودر، بتروح فين؟ بتروح للتخزين. في برضه ناس شغالة في التخزين، ثم التسويق والتوزيع والترويج على مستوى مصر. فكانت ساره خليفه هي رأس الحرب لتجلب المواد الكيميائية اللي هي تدخلها حضراتكم لتخلق وتصنع في مصر وتنشر في كل مصر. وجدوا طبعا حضراتكم لما بدأوا يشوفوا الثروة بتاعتها، السيارات الفارهة، المليارات الجنيهات، وطبعا ملايين الدولارات واليورات والعملة، عالم تاني، عالم تاني. طبعا حضراتكم احنا في التحقيقات النيابة أفصحت ساره خليفه عن كثير من الأسرار وعن عالمها الخاص وعن كيف أصبحت بهذا الحجم الكبير. إنما النيابة العامة كانت طلعت بيان لما اتقال إن في لواءات شرطة وفي رجال دولة موجودين، فالنيابة العامة قالت إنها لا يوجد لواءات أو ضباط شرطة في القضية. إنما حضراتكم بالضرورة إن يبقى في مطار القاهرة أو المطارات مفتوحة لساره خليفة وهي رايحة وهي جاية. أيضا وجود هذا يعني ساره خليفه من 2014 حتى 2025 11 سنه موجوده على الشاشات وموجوده في السهرات وموجوده في الندوات وسيده مجتمع ومتعارفه على ناس كتيره جدا جدا في الوسط الفني والوسط الرياضي. انما على كل بالامس قررت محكمه جنايات القاهره اسدال الستار على هذه القضيه بالحكم على ساره خليفه و13 واحد بإحالة أوراقهم إلى المفتي لتتحول ساره خليفة كما توهجت وانتشرت وكما يعني أصبحت سيدة مجتمع فجأة في صعود مريب، أن تسقط أيضا بهذا الشكل أيضا أمام جهات التحقيق وأمام المحكمة. على كل هي قضية من القضايا الحقيقة اللي هي بتحمل الكثير من أيضا علامات الاستفهام حتى الآن، لأن هناك من الذي يعني جاب بنت معاه ابتدائية يوصلها انها تكون سيدة مجتمع وتنتشر كل هذا الانتشار. مستحيل تكون هي عندها ذكاء حاد وذكاء خارق وامكانيات غير عادية. اكيد هناك من التقطها، هناك نافذين، هناك من يملكون السلطة والسلطان قدروا ياخدوها يوصلوها لهذا المكان. انما اللي أدير كان شباب مصر، اللي أدير على مدار سنوات طويلة هذه المواد المخدرة بتنتشر في ربوع مصر، الآيس والشابو اللي كان انتشر بشكل غريب ومدهش في ربوع مصر كلها. على كل حضراتكم يعني يبدو هذه هي نهاية القضية المخدرات الكبرى كما وصفوها في الإعلام، ونهاية ساره خليفة هذه الإعلامية المغشوشة والمزيفة اللي انتقلت من الشاشات إلى حبل المشنقة. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا والسلام عليكم.